يعني سرعة فتح التطبيقات وتشغيل الألعاب حاجة فخمة جدا. كمان ريد ماجيك ضافوا شريحة اسمها ريد كور، ودي بتنسق بين المعالج ونظام التبريد علشان الأداء يفضل ثابت وما يسخنش مع الوقت. التبريد، وهنا بقى الحتة اللي الموبايل ده عامل فيها الثورة حرفيا. أول موبايل في العالم بنظام تبريد بالمية حقيقية، في سائل فعلي بيتحرك جوه جسم الموبايل عشان يبرد المعالج والبطارية. الفكرة مأخوذة من تبريد الكمبيوترات القوية، وفي مضخة صغيرة بتشتغل بالكهرباء والبطارية وبتخلي السائل يلف في دايرة مغلقة حوالين المكونات المهمة. كمان في مادة اسمها الليكويد ميتال على المعالج نفسه، ودي بتساعد في نقل الحرارة بكفاءة رهيبة. وفوق كل ده، المروحة اللي ريد ماجيك معروفين بيها رجعت وبتلف بسرعة 24 ألف لفة في الدقيقة. والأغرب إن الموبايل بيتحمل المية فعلا بمعدل IPX8، يعني حتى لو المروحة شغالة والموبايل في المية مفيش أي مشكلة. حاجة فعلا مجنونة. تجربة